صفقة جوزيه مورينيو لنادي ريال مدريد تمت ومعها شوية أخبار، خليك معي للأخير. أيوة أجي ورسمي وحسب الموثوق فيليكس دياز يقول تم الاتفاق بالكامل بين مورينيو ونادي ريال مدريد، متوقي فقط التوقيع إلى عام 2028، يعني في الأيام القادمة حتسمع هير وي جو مورينيو إلى نادي ريال مدريد. لذلك صحيفة الماركا تقول سيكون لدى جوزيه مورينيو يد في كل القرارات التي يتخذها النادي بشأن عمليات التعاقدات وعمليات البيع، يعني الموسم الجاي حيكون كل شيء في يد جوزيه مورينيو. حسب خبر حزين لجماهير برشلونة بالكامل عاجل وبشكل رسميا ليفاندوسكي خارج أسوار نادي برشلونة الموسم القادم. ده الأخبار الحزينة تشمل حتى نادي ريال مدريد عاجل وبشكل رسمي، وحسب صحيفة الأتلتيك تقول بأن كارفاخال سيكون خارج أسوار نادي ريال مدريد نهاية الموسم، والوجهة القادمة سوف تكون إلى قطر. خبر هذا من أغرب الأخبار اللي قريتها. نادي برشلونة والإدارة كيف تفكر مانيش عارف. رسميا حسب صحيفة سبورت تقول نادي برشلونة لا يفكر في عودة عبد الصمد زلزولي إلى صفوف نادي برشلونة. الأخبار التي تم تداولها بشأن عبد الصمد زلزولي مجرد شائعات ولا صحة لها. هذا خبر أغرب من خبر الزلزولي. حسب صحيفة الموند تقول بأن راشفورد في نيته الاستمرار مع نادي برشلونة، وفليك أعطاه الموافقة بالاستمرار، واللاعب مهتمين به أستون فيلا، ولكن اللاعب يصر بأنه يستمر في نادي برشلونة، ونادي برشلونة يبوا يخلوا راشفورد وما يبوش يجيبوا الزلزولي. شيء هذا غريب، وكيف يفكروا نادي برشلونة مانيش عارف. حنشوفوا شنو يصير وحنبلغكم أول بأول. خبر مفرح لجماهير مانشستر سيتي بالكامل. بيب جوارديولا يعلنها رسميا بأنه باقي في مانشستر سيتي إلى حين انتهاء عقده. عاجل ورسمي نادي سلتك يتوج بطلا للدوري الاسكتلندي لعام 2025-2026. نادي سلتك بطل للدوري الاسكتلندي للمرة 56 في تاريخه، بعد عن منافسه رينجرز فرق دوري واحد اللي هو 55-56. الدوري الاسكتلندي في منافسة غريبة. وكل أي أخبار موثوقة ورسمية تلقانا عند عبد الله. ما تنساش اللايك والمتابعة. ديما طيبين.